سلع مجانية لغير القادرين، مفاجأة التمويل المصريين في شهر رمضان. أهلا بحضراتكم من جديد أعزائي متابعين قناتنا الكرام. لا تنسوا الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة حتى يصلكم منا كل جديد ويصلكم منا كل التحية والتقدير. تعالوا ما نتعرف على هذا الخبر الذي وردنا منذ قليل للجميع. مفاجأة كبرى من وزير التموين، اعرف نصيب الفرد من التموين في الزيت والسكر. أسعار السلع التموينية بكام دلوقتي؟ قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بزيادة نصيب الفرد من التموين بداية من العام الميلادي الجديد، مساندة لهم لتخطى ظروف المعيشة الصعبة التي يمر بها الكثير، هذا الذي جعل عدد كبير من المواطنين حاملي البطاقات التموينية يرغبون في معرفة نصيب الفرد من التموين لشهر فبراير، وهو ما سوف نتعرف عليه بالتفاصيل من خلال هذا المقال والتعرف أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024. تعمل وزارة التموين على مساندة جميع المواطنين لتخطي الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب ارتفاع أسعار المعيشة التي تمر بها جميع الأسر المصرية في الفترة الأخيرة. وتعمل وزارة التموين على توفير كافة السلع الغذائية المستهلكة بأعداد كبيرة وأسعار مخفضة داخل أكثر من 42 ألف منفذ تمويني في جميع المحافظات المصرية. وإن المواطنين الذين لديهم بطاقات تموينية تبحث عن نصيب الفرد من التموين لشهر فبراير. ووضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الفرد المكيف في بطاقة التموين يحصل على زجاجة زيت واحدة بحجم 800 مللي جرام بحد أقصى 4 زجاجات، بالإضافة لعدد 2 كيلو جرام من السكر بحد أقصى عدد 6 كيلو جرام من السكر على البطاقة الواحدة. وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السلع التموينية الخاصة بشهر فبراير، والتي جاءت على النحو الآتي: سعر المكرونة حجم 400 جرام ب 8 جنيه، سعر كيلو السكر 12 جنيه ونص، زجاجة زيت الطهية حجم 800 جرام بسعر 32 جنيه. المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة التموين. أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يوجد مجموعة من الأوراق التي يجب على المواطنين الراغبين في استخراج بطاقة التموين إحضارها للتقديم بها ومعرفة نصيب الفرد من التموين. ومن أهم هذه الأوراق ما يلي: صورة من بطاقة الرقم القومي للمواطنين وزوجته، صورة بطاقة أو صورة شهادة ميلاد الرقم القومي للمستفيدين، قسيمة الزواج، مستند يدل على أن صاحب الطلب يستحق الحصول على بطاقة التموين، وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2023 إيصال كهرباء. أماكن معارض رمضان 2024. تم الانتهاء من تحديد أماكن معارض رمضان والتي تم العمل بها بالفعل، فقد شهدت معارض أهل رمضان إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث تقام في مساحات واسعة ويتم عرض جميع السلع الغذائية بداخلها وجميع مستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة وبجودة فائقة، بمشاركة عدد كبير من الشركات الداعمة للمعارض كي تسهل على المواطنين شراء السلع الرمضانية التي يحتاجون إليها قبل حلول الشهر الكريم. ونستقبل المعارض المواطنين يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 مساء، ومن المقرر أن يستمر عملها حتى نهاية شهر رمضان 2024. وبكده نكون انتهينا بحضراتكم من هذا الخبر، ولو عجبكم يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة حتى يصلكم منا كل جديدة ويصلكم منا كل التحية والتقدير، والى اللقاء في فيديو آخر، وكل عام وحضراتكم